كلكم بترموا روس الجمبري والقشر بتاعه وانتم ما تعرفوش ان عندكم كنز. وما تخافوش، مش هنعمل بيه بودرة الاسماك وقشر الجمبري دي، عشان مهما اتطحنت ومهما حد حاول يقنعكم ان طعمها اسماك وطعمها حلو في تتبيلات السمك والاكلات البحرية والحاجات دي، عايزه اقول لكم ان هو بيضحك عليكم، ملهاش اي طعم، وفي الاخر برضو بيفضل حتت قشر جمبري مهما كانت مطحونه ناعم. هنجيب قشر الجمبري والروس بتاعتنا بعد ما طبعا غسلناها كويس قوي وصفيناها في مصفى. بعد كده نحطها في حله كبيره، نحط عليها 3 طماطميات متقطعين مكعبات كبيره، فلفلايتين وشويه جزر صغيرين كده، وبصل وكرات او كرفس، وحوالي 4 أو 5 معالق كبيره من الثوم المفروم، معاه فلفل شطه ومعاه فلفل احمر وفلفل اخضر، وشويه بهارات ملح كزبره وكمون وشويه كركم صغيرين. وخلي بالكم كل ده على حسب برضو كميه قشر ورؤوس الجمبري اللي موجوده عندكم. هنغطي الكلام ده بميه، مش هنحط ميه كتير، لا هنغطيه بشويه ميه ونقلبه كويس كده مع بعض، وبعد كده على نار هاديه جدا ونسيبه لغايه ما الميه تلاقوها قلت معاكم وطلع معاكم شوربه مركزه وخطيره زي دي. في خطوه زياده بقى، لو عايزين تجربوها اضربوا كل الخليط ده مع بعضه في الخلاط وبعدين صفوه بمصفى ناعمه جدا عشان ما يسيبش اي شوائب فيها، وبس هتلاقوا احلى شوربه وكنز من الكنوز اللي موجوده عندكم في الفريزر لاي اكله محتاجين فيها شوربه جمبري. تحبوا انزل لكم افكار؟